سيدي ياسر، كيف دريس، كيف الحال؟ اهلا، تحياتي لكما. كيف الحال والاحوال؟ لاباس عليك؟ هاد فاروق هذا عندي مع واحد ليستوار اشكال. واحد المره كنا في واحد لايف، المهم نقولوا لك اللايف، كنا في اللايف ديال الاسعد الشرعي، ويجي واحد جزائري بدا يطلب، ما كاع نطلبوا كاع نسعى والله. قال انا ما في حاليش وراه خاصني وكذا وراني عندي ما عقلتش على ظروف وشنو هي ظروفه. هو هزات هذيك الحميه ديال الجزائري، هو يطلع قال لي انا غادي ندير لك طابله تاع ديسير وصايي غادي تريقل روحك والسلام عليكم. قال لي اسعد الشرعي سي بون، قال لي صافي سي بون. المهم مشات الايام، ميم با ماشي سيمانه ولا هذه، السيد هو يجي عندي، هذاك السيد اللي وعدو قال لي اخويا دريس اسمح لي، انا بغيت نقول لك واحد القضيه. واش كاينه ولد الناس؟ قال لي هذوك الناس راه ما طلعوش رجال. وايلي فاروق ماهوش راجل؟ قال لي والله ما هو راجل. وانا لقيت هذاك فاروق، لقيت واحد اسعد الشرعي، وانا نطلع عنده سير داوي لي هكا وانا نشدو. قلت لي فاروق انا شيطان، الراجل سيمانه ويتسنى فيكم. لا وانا كنت راني يلا عيطت له، قلت له وانت ملي ما تقولش الحاجه يسحب لك الرجله سهله. انتم عندكم ازمه رجال ما تبينوش حتى في التيك توك، خليوا عندكم في الجزائر. الله لا والله تدرت ليه، والله تفليكسيت ليه، والله تصيفت ليه. قلت له السيد راني يلاه جاي، انا يلاه لايف طيحته ميم با 10 دقائق. السيد مازال لا راني كنت غنفليكسي ليه. يا ودي اش غتفليكسي ليه انت؟ خاص لي فليكسي ليك. ازمه هاني الامور كلشي مزيان. كتقولها لك كيتعصب. ها ابا دريس، ازمه رجال في الجزائر ملي كتقولها ليه كيتعصب. لا دابا انا باش نجسد ليك ازمه رجال في الجزائر. تخيل انت المجلس اعلى هيئه دستوريه في البلاد في الجزائر شنو هي؟ هي البرلمان، كيسميوه المجلس الشعبي الوطني. شكون اللي فيه الرئيسه ديالو امراه؟ اللي الرئيسه ديالو امراه؟ هذيك سيدي طبيبه ديال الحساسيه، خالده بوفدش. ما شاء الله. هذيك راه حاجه وحده اللي عندها هي هذيك، لانها قبيليه بنت بجايه، باسكو هادو هو يشهدوا، ما كاينش اللي يحكم، القبيله هي اللي تحكم. اسمح لي نختلف معك في هذه. تفضل. واش خلاصك باللي قالت لهم انا استعدت نجي تبون عطاني اوامر؟ باش تفهم، السيده راه الماده 16 ديال الدستور الجزائري كتقول بان هذه الهيئه هذه راهي اللي كما نسميوها لي التشريعي والرقابه، ماشي باش دي توجيهات. الا غدي التوجيهات راكي ضربتي الخركه من عرض الحائط. باش تعرف بان البلاد راه غاديه غير بالسلك. التلفاز قالت لهم انا استعد نجي اتصل بيا وقال لي ديروا. والله العظيم الى الهب والوحق الرب لا العظيم. انا يساليو معايا المغاربه هذو يقولوا لك 8 اوت نخرجوا نطيحوا النظام. واش طيح راه الهيشه وختها. انت ملي غطيح هذا النظام شكون اللي غيهز البلاد هذا؟ غيحصلوا فيا وفيك. خلي القزان شادوا هاد الرونجاس وهاد الكاسكيطه حاكمين الدنيا هذه ومهنينا. يطلقوا عليك هاد قش بختها هادو على الهيشه وختها. اش دير فيها؟ هما اللي كاينين والله العلي العظيم. واحد مكمل. تلقيت التعليمات الساميه، قالت لك ياك بنت الناس هذا هو الدور ديالك. تي عسى مع تي وجايبينك خاشينك تما. رئيس برلمان واول خطاب ليك تضرب في مصداقيه البرلمان. تلقيت خطابا. يا كتضرب في الماده 16 من الدستور الجزائري عرض الحائط. انا صيبت عليهم فيديو، عرفتي اش كتبت لي الياس؟ قلت لهم واش انا غادي نقربوا بعضنا ونزيد حتى الطبقه السياسيه. ولكن شوف، انا كنظن لك السيده ملي دوات هكاك، انا كنظن حتى هي ما عرفاش راسها فين كاينه. واش راسك انت الانتخابات هادو خرجوا كيقولوا بان جاتهم اوامر ان السيده هي اللي تنجح. هذاك النائب اللي قال لك راه جاتنا اوامر باش نصوتوا بالاجماع، لكن لا. تخيل بان هذه السيده هذه راهي اسمها كان غير مدرج في اللائحه الاوليه. ومن المعقول والمعروف ان رئاسه مجلس
او المجلس الوطني الشعبي كياخذ الاكثر حكمه تمام. والاكثر كما نقولوا عنده مع التشريع، عنده طبيبه ديال الحساسيه، ما عندكش كاع الهيستوريك ديالك والباجاج ديالك السياسي راكي نول غير دافعينك غير قدمي. علاه الدوله شكون اللي كان كيسيرها نورمال؟ معاماش كانت الدوله مسيره وصافي. انت وزير ماليه مسكين الله غالب، وزير اقتصاد الله غالب. علاش السدريس كنقول لهم ديما خاصنا نتصالحوا مع الجزائر. انا كنشوفها بطريقه اقتصاديه، حنا عندنا ما يدار في ديك الارض ما فيها والو، خاصنا ندخلوا نبنيوها من جديد. بيني وبينك خاصنا نتصالحوا مع الجزائر، باقي عندهم ما يدار ولا لا الياس؟ دريت هذه النقطه اللي قلتي لي لانه ما كيعرفكش بعيده. شنو هذه كتكلم لك بالمنطق ديال القبيله ديالها، هذه من القبيله ديال ابراهيم غالي. انت عارف ديك القبيله فيما لقاو شي حاجه كتلحس كيمشيو يلحسوها، فيما لقاو شي فلوس في شي بلاصه كيمشيو يديروها. دابا الياس اسمح لي، دابا علاش الجزائر سدات الحدود وما باغاش تتعامل مع المغرب؟ اخبارك بان المغرب لو كان نعطيك واحد، انت غادي تجيك شويه بيزار وكاع الجزائريين غتجيب لهم الضحكه. تخيل دابا لو كان هاد الدوله هادي جوها قياد ناس حكماء ويقول لك اودي نحلوا العلاقات مع المغرب ونطويو هذا الملف هذا، تخيل المغرب يستعمروا الجزائر كومبلي. اقسم بالله العلي العظيم قسما ثلاثه. سد المايك محمد، نكملوا المداخله. نجاوب في العزيز عليك. انا طلبتك باللي عزيز عليك، انا طلبتك باللي عزيز عليك. انا غنعطيك غير قطاع واحد. شوف انا نهضر دابا سيريو. الجزائر مشات عند رونو عطاتها مليار دولار وقالوا لهم كيسمعوا بان المغاربه غادي يديروا البروجي ديال طونجيماد، حبسوا علينا الغاز. قال لك اسيدي ما نعاودوش نجدوا معكم الاتفاقيه. هو الهدف ديالهم ان البروجي ديال طونجيماد ما يوصلوش الغاز. رايبين راحوا ديالو كتل الفرنسيين عطاهم شيك على بياض، باسكو البشري هذا غير يمد الدراهم ما يعرفش كاع وين رايحه. المهم غير يمد يعطوهم راه يسلم هذا مليح يا في خير منك خويا حاجه والله لا غايت دقيقه المايك هذا راه كارثه. تبع معايا اخويا الياس. دابا ملي الجزائريين راحوا عند رونو عطوها مليار ديال الدولار وقالوا لهم غتجيو تحلوا عندنا بروجي مزيان، هذوك رونو جاوت للجزائر قالوا لهم هانت مادام ما عندكم لا انفراستركتور، ما عندكم وزينات، ما عندكم بشر مؤهل، غنوليو نجيبوا قطاع غيار نموطيهم هنا ريتما يولي تحرك سلاسل الانتاج باش تبدا لا برودكسيون في الجزائر. هيا قالوا لهم معليش يا سيدي بداو من هذاك المليار من اللي حيتو لقى مليه يجيبوا كل شيء خالص، الشعب خالص. بحال الرئيس الجزائري اللي قال لك غادي نجيبوا ما عرفت 100 واحد من ميريكان يدوروا في الجزائر خالصين على الوزاره بحال الفلوس تاع والهيشه هنايا حال فمو بحال كان راه هارب عليها الماء. دابا تبع سيدي بدا السلاسل التوريد. شويه الجزائريين قالوا لهم قالوا ما يا جماعه راه حنا طلبنا منكم لو طو دانتيغراسيون، ما تبقاش غير كيما نقولوا حنايا غير جيب لازم تصنع. هاو قالوا لهم انتم ما عندكم مواد اوليه، ما عندكم الشعب قادر انه يصنع، ما عندكم حتى حاجه. كان نديروا اليوم هيا قال لي عرفتي اش غادي دير؟ قال له واه. قال لي هيا رفد عليا قشك رفد عليا قشك ورجع لفرنسا. جاو الاول البروجي ديال طونجيماد ولا البروجي ديال وهران كان غير نكايه في المغرب. خليك الله حتى طونجيماد ديمارا ولا اكبر مصنع في لافريك ديال السيارات، ولات على خريامات الجزائري. نهار طيح ليه الطوموبيل ديالو اون بان كيمشي يقلب على البياس دو روشونج كيلقاها مكتوبه فيه ماد ان مروكو. وعلى خريامك اودي الجزائري ولينا نشوفوك راكب على حمار ومدخل 4 رويدات من تونس. 4 رويدات من تونس. هذه هي السياسه وهذه هي الحكمه. هي لما نشوف اخبارك بواحد القضيه ربما مازال ما سمعتيهاش، اخبارك بان الجزائر راهم داروا دوك المفرقعات فوق واحد اللعيبه كبيره، وهذا قلنا هذا تدشين ديال شي برج ولا شي حاجه وداك شي كبير بزاف، وهذا ملي جينا نقلبوا لقيناها صوامع لتجميع الحنطه. والله ما نزيد ضربه. تحيه للدكتور ديالنا والاخت مريم، حياكم الله جميعا. دكتور بونمر اهلا وسهلا، كيف الحال؟ مرحبا بك سي ادريس.
نهار كبير هذا. دكتور بولمير مرحبا. دكتور بولمير راك معنا؟ واش متاكد بعدا الدكتور بولمير الياس؟ هو بيشحمي هو اهلا وسهلا، كيف الحال؟ المهم شوفوا راه بيعظمي وشويه ديال اللحميش حميره ما كاينش. مرحبا بك. والله اشتقنا اليك، والله اشتقنا اليك ايها الرجل الطيب. الله يكبر بك والله. لا كندوز مره كنلقاكم بنتي شاده المسطره. قلت ذاك المسطره ديال الالومنيوم اللي كنا كيضربونا بها في صباعنا، هي اللي العصا ديما العصا. هادشي اللي بان ليا. كيف حالك؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. حنا شويه مرونين شويه مع الانتخابات، ما قضيه شويه موتره، ولكن الحمد لله راه حنا في هذه البلاد. لا غير القضيه ديال دكتور عبد الكريم واش ترشحتي ياك؟ لا خويا لا ما انا غنترشح ان شاء الله لمجلس المستشارين. هذا ديال النواب ما اللهم يسر، اللهم يسر. ايوا المهم حنا شوف عمي الياس حنا معاهم في هذه البلاد كما قلت. هذه بلادنا الى مليحه راه بلادنا، الى خايبه راه بلادنا. اللي ما عجبتوش البلاد بان ليه الغيس يهز الكراطه انه يكرط ويقاد باش نعيب، لان والدينا خلاونا هنايا دار ربانا. ما غنقادوا باش نعطى الله، وحتى ملي غنموتوا نوصي ولادنا يدابزوا معاها تتقاد. ما عندناش شي بلاد وحده اخرى دكتور عبد الكريم. الا سمحتوا لي، عجبتني واحد الكلمه قلتوها انتم بجوج دقه واحده. السي عبد الكريم قال واحد الكلمه، قال لك اللي ما عجبته البلاد ماشي يبدلها، يهز الكراطه ويجمع الغيس. ونقز الياس اوتوماتيكمون قال له حيت ما عندناش بلاد من غيرها. انا في نفس الواقعه ديال عبد الكريم طرحت على واحد الاخ حتى هو مسؤول في الجزائر، قال لهم اللي ما عجبته البلاد يبدلها. تفضل سيدي عبد الكريم. لا انا ما نتفقش معك. علاش؟ لان الجزائر ماشي بحال المغرب. الجزائر راه مقاطعه فرنسيه، يعني خويا الجزائري حتى ولا مشى لفرنسا راه ما يتغرب ما والو. كيف ما كان الحال كتبقى فينا وفيهم. الجزائر لا ما يمكنش لك تقارني الجزائر بالمغرب. فانا كنظن السيد كان يتحدث، انا متفق معه، ما عرفتش علاش. شوفوا انتم الله اعلم. لا انا معك. حنا حيت هذه ديالنا عمي الياس، حنا ما عطالينا حد، هذه ديال جدودنا وورثناها على جدودنا، وعبر التاريخ ضحوا فيها رجال وسالت من اجلها دماء عبر التاريخ. يعني ما عطالينا شي واحد ولا ورثناها من الاستعمار، لا هذه ديالنا ديال جدودنا ووصونا عليها. تنقول اللي ما عجباتوش شي حاجه يجلس يجبد الكراطه ويكرط معنا، الا بان ليه الوسخ دير يدك معنا. ولكن باش هصك وتهرب، انا ما كنقول لي يا سيدي بغيتي تهاجر بغيتي تبدل من حقك. عندنا ملايين ديال المغاربه الله يرضي عليهم عبر العالم كيمشيو ويخدموا على راسهم، ولكن ما تيعيبوش بلادهم. ملي كتحلم في وسط كيرجعوا لدار باهم. هذه دار باهم، يمشي ويخدم في اوروبا. انا تلاقيت معهم في العديد من الدول، حبهم لبلادهم لا يوصف. تيقول لك ايه جابني الخبز جابني القرايه رشقات ليا كاع بغيت نبدل الجو، ولكن ما كيعيبش دار باه. تيقول دار با خانزه ولا دار با مضيقه ولا دار با فيها الجليش قديم، تيقول لك هذيك دار با ومسير اللي غنرجع ليها، ولا قدرت نبدل فيها شي حاجه راه غنبدل فيها. ولكن باش تخرج وتسبها وتعيرها، ما بغيتكش واحد المره توقف وتشد الكاميرا تقول اناشد جلاله الملك عتقوني رانا حصلت، كما وقع في اوكرانيا وقع في ليبيا. حيت هذه هي دار باك مهما مشيتي. السي بونمر. نعم. السلام عليكم العبيد. عجبتوني كي اجتمعتوا العبيد. لم تدرس مسيره اليوم العبيد. اصبر يا المرخصه. سي بونمر انايا اسمح لي قاطعتك غير باش نسلم عليك. صافي لونغ ما بقيناش شناك. ولكن عاود ديال والله العظيم تعاود ديال النكته عندنا ديال اش النكته ديال المعوذتين. لا استعبد لا غادي نقص منها واحد شويه. لا ما تخافش. قال لك هذا تحيه الاخت مريم. احلي المايك. تيطلع في لايف الجزائريين. تحياتنا اهلا وسهلا العزاز تحياتكم جميعا هذا مرحبا بك. الله يلا نهار كبير. ادريس شوف خويا انا عزيزين عليا المغاربه كلهم، ولكن صراحه عليا جوج بناتي بجوج هادو مع خاصه الملكه ولا مريم. تحياتنا ما تقلقوش مني، هادو عندهم وضع خاص ما عندي ما ندير. عزيز وغالي دكتور بن والله الله يطول لنا في عمرك. بارك الله الله يحفظك لينا. الله يرحمك. المهم انا غادي نعاود لك النكته. سي بونمر غنعاود لك النكته وغادي نمشي. عندي شي خدمه نقضيها. قال لك هذا الجزائري بغى يوسوس ليه الشيطان. هو يجي عنده قال لي اش غادي دير؟ طلق المراه وخليك طرونكيل روح تسركل. قال لي ودي مانيش مزوج.
قال ليه بيع الدار وديع هايم. قال لي ودي انا مازال الدوله ما عطاتنيش. قال لي علاش غادي دير؟ روح سكر وزها ونسى همك. قال لي ودي من حد البطاله ما كافياش. الشيطان من اللي عيا معاه ويقول ليه اصبر دقيقه راك حافظ معوذتين. قال لي هذا قال لي قراهم خليني نزيد في حالتي. الشيطان قال لي الشيطان ولا طالب تعادل باغي يمشي في حالته. شوف الله يخليكم ديما منورين. الله يحفظك يا ربي بنورك سي ادريس مرحبا بك. شوف تحياتي لك ادريس بلا ستاسيونيت وانا تنقلب وانا اللي قاعد النكته وكنضحك والناس كيشوفوا فيا كنضحك الطوبي بحال شي حماق. وكنموت بالضحك والناس كيتجروا. لا سي بن مر هذا الكونسيبت هذا ديال النكات وديال هادو راه بان لي بانه عجب المغاربه مادام راهم كيبارطاجيو مشكورين الاخوه اللي كيتفاعلوا. والله العلي العظيم شوف ما عليكم الا بالبارطاج والتفاعل. قسم بالله البارح 3 ديال اللايف حالين عليهم. قال لهم دريس من بعد ما كان دكتور في الاقتصاد ولا حكواتي. يا ودي انا غنولي نخيط معكم البنوات معليش. غادي ندير في الخياطه ديال العجلات غير كونوا هانين. انا ندير كل شيء. شوف هما السي ادريس راه ما كيفرقوش. هما عندهم واحد المشكل السي عبد الكريم. دابا راه تلقى مثلا السي عبد الكريم ها هو مثلا عنده مع السياسه ولكن راه في واحد الجانب فني اما يضرب العود اما يضرب الوتار. السي ضروري انساني. الله يحفظك. هما ما عندهمش هذا الشيء. اخبارك اختي الملكه بانني حتى عندي مع الشعر بحال نزار القباني اللي فوق منا تا والله العلي العظيم. شوف كاينه واحد القصيده راهي موجوده عندي انا في لاباج ديالي مالغري ما الاخوان المغاربه ما تفاعلوش معها ولكن راهي قمه في الفخر. قمه في الفخر. واحد المغربي كتبها على المغرب ومن هو المغربي. قال هو المغربي القرم من ذا يقارعه ومن ذا يباري قدره أو يصارعه. سل الراية الحمراء على هامة السهى أماضيه أرقى في العلا أم مضارعه. وسل منكب الجوزاء أما بلغتها لمن دور أرباب الندى وشوارعه. رواسخ في المجد التليد كأنما هو الطود والمجد الطريف مقالعه. لو كنت تمشي تفسر يعني غير هاد لو كان قال لك رواسخ في المجد التليدي أي أن المجد هو راسخ ضارب في تاريخه. رواسخ في المجد الطريف رواسخ في المجد التليدي مشات لي كالطود أي كالجبل. والمجد الطريف أي المجد المستحدث الجديد هو مقالعه أي أن المجد الذي يعيشه المغرب هو امتداد لأمجاد الأجداد. والبيت الأول هو المغربي والقرم. والقرم في العربية تعني الإنسان يعني ذو الوقار وذو الهيبة والمكانة. جميلة جدا القصة. حاولوا أنكم تقرأوها راهي كاينة وكتبتها كاع بالعربية. فيها معاني رائعة جدا وهي ربطات تقريبا جمعات ما بين يعني التاريخ ما بين الحضارة ما بين كيف يعيش المغربي حياته اليوم الربط ديالو ما بين المؤسسات. هذه الامور هذه كامله. قال تنام المها لا تخاف طيفا يروعها اذا الديغم الضارب وجد ترادعه. هذه يعني حينما تنام المها اي الغزال لا تخاف طيفا يروعها لان الديغم الضاري او الاسد يعني الضاري بوجده ترادعه. هنا يرمز الى وجده كانت دائما هي المصدر ديال الغزاة وهذا. فنتمنى ان شاء الله كاملين انكم تبحثوا في القصيده الرائعه جدا اللي انا اجهل من صاحبها مع كل اسف لكن بحثت فيها وحتى في المعاني وقلت نحفظها وحفظتها على ظهر قلب وحطيتها. نتمنى ان شاء الله قاعد تمشيوا يعني تبحثوا فيها لانها رائعه جدا. تحياتي خويا دريس اذا سمحتي لي راه فتحتي واحد الباب جميل ولا ارى احسن من الياس والملكه انه ما يمشوا في هذا الموضوع لان صراحه احنا كنركزوا كثيرا على فكره الدفاع ولا نركزوا على فكره الهجوم. والهجوم ماشي الهجوم بالمفهوم العنيف لا. هذا اللي كتكلم فيه دابا انت. حنا دابا كثير من المغاربه يا اخي ادريس وكانهم يعيدون اكتشاف انفسهم. والله العظيم شاهد مواقع التواصل الاجتماعي رغم بعض مساوئها ولكن من حسناتها ان كثير من المغاربه يعيدون اعاده النظر الى انفسهم في المرآة واكتشاف ذواتهم. راه واش هادشي كان متعمد في واحد الزمن كنا نظن انفسنا اننا صغار ولكن تبين على اننا كبار وما كناش عارفين
قيمه هذه البلاد وقيمه الانسان المغربي. وهذا الشيء اكتشفنا. انا ما عنديش مهم، انا كنت كنعرف، ولكن اتحدث على كثير من الناس والتقيهم في الشارع وتيقول لك والله العظيم فتحتوا عيوننا على حقيقتنا كمغاربه. لان عندنا بزاف احنا ماشي لسنا ملائكه ولسنا احسن من الناس، ولكن عندنا شيء كثير نفتخر به تاريخيا، وخاصه في المسائل ديال الادب والشعر والاغنيه. تخيلوا معايا انني في واحد الوقت جلست كنقارن بين الريبرتوار، شنو الريبرتوار الفني المغربي خاصه في الاغنيه العصريه مع المرحوم الله يرحمه عبد الهادي الخياط، عبد الوهاب الدكري، هذاك الشيء راه كبير بزاف. وقارنتو مع ديالهم لقيت واحد تيقول لها سميتي ترافولتا وساكن وتنشرب فانطا. صاحبي اش هادشي؟ شنو كيشربوا اخي ادريس. شوف انا اختي ملكه ودكتور الاخت مريم سيلياس، نستسمح بكم رغم ان المجلس رائع جدا وما سخيتش بكم، ولكن نمشي نقضي واحد الغرض، ودعواتكم للوالد بالشفاء. لهذا راني هنايا غير لهذه الامور. نسال الله تعالى الشفاء العاجل لكل الوالد ان شاء الله. الوالد مريض ابو ادريس؟ مريض، وحنايا دابا الاخوان نتناوب عليه ليلا. هذاك الشيء علاش راني مازال سهران. غتلقاوني مازال معكم في الليل. الله يشفي الجميع ان شاء الله. امين يا رب العالمين. تحياتي لكم ونشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا على المساحه وحياكم الله. الله يحفظك. اذا خليتوني نكمل غير الفكره اللي كنت باديه قبيله عمي دريس. اكيد مرحبا. لا مريم عندنا المناضله الشرسه وليتي مشهوره. مريم خص تعرفي راه كيسولونيك الناس، تيسولوني عليك المولد انا وكيسلموا عليك. يسلم عليهم الخير والرباح. الله يطول عمرك السي عبد الكريم. يدبر بك. قلت لك على ان احنا هذه المساله ديال ان الانسان يهاجر من حق، لان الانبياء هاجروا. انبياء هاجروا كلهم، ابراهيم عليه السلام، يونس عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم. الهجره ماشي عيب، ولكن الذي لا احبه هو انك اذا ضاق بك الرزق في وطنك لا تنسى انه وطنك، حتى ولو ضاق بك الرزق. الارزاق عند الله، سيحوا في الارض، ولكن كما تنقولوا ما تدفلش في الجميله، ما تدفلش في التبصيل، لان غتجي واحد الوقت وغادي تبغي تاكل فيه، غيجي واحد الوقت وغتبغي هذه البلاد. حنا ما تنقولوش نحن في جنه ولسنا في جهنم، لكن نحن في وطن له التقدير والاحترام. اللي ما عجبوش الحال وبغى يصلح معنا، لان هذه راه الدنيا هي دار ديال الكفاح، ماشي دار ديال الاستمتاع والراحه. دار ارض الدنيا دار للكفاح. كافح داك الشيء اللي قدرتي عليه، واللي ما قدرتيش راه تثبت لك الاجر. ما قدرتيش بغيت ما عندكش جهد، بغيتي تخوي البلاد، الله يعاونك، ولكن لا تسفهنا ولا تسفه احلامنا ولا تسفه ديننا ولا تسفه ملكيتنا ولا تسفه شيء. انتقد انتقد، من حقك ان تنتقد، ولكن ماشي تمشي وتطل المجا وبقى تصب علينا. ما تصبعش لينا، حنا قابلين عليها وهي قابله علينا، وحنا غنبقاو فيها. سنقاتل من اجل ان نصلحها. اذا وفقنا الله سبحانه وتعالى فلنا اجران، واذا لم نوفق فلنا اجر الاجتهاد، والله سبحانه وتعالى ما يضيعناش في اجرنا. تفضلوا. الصوت كاين؟ كتسمعوني مزيان انا؟ دابا الياس كنسمعك. دابا كنسمعوك الياس. مريم حبوبه، اهلا وسهلا. لاباس عليك؟ مرحبا بك. الله يطول عمرك الياس والملكه، توحشناكم. الله يبارك الله يحفظكم من المنصات العزاز اللي كنعتزوا بهم. الله يحفظكم ويخليكم ديما مجموعين، وديما منصتكم ان شاء الله تكون كيف دائما متوقعين. يعني منصه حضورك اختي مريم، الله يطول عمركم ويخلينا الدكتور بنمر. وتحيه لسائر الاخوان والاخوات. انا غنمشي في السياق اللي تكلم فيه الدكتور بنمر، واسمحوا لي الا بغيتوا يعني نستغل شويه المنصه عندكم. صراحه كنتاسفوا ملي كنلقاو على ان الاباء ديالنا والجدود ديالنا عاشوا في واحد الوقت اللي كان عصيب. يعني كان فتره الاستعمار، بعد منها خروج المغرب من الاستعمار كانت الظروف صعيبه، لا من الناحيه الاقتصاديه لا من الناحيه الاجتماعيه، من كل النواحي. ورغم ذلك يعني تربينا على حب هذا الوطن. يعني جل الجيل ديال السبعينات وديال الثمانينات، انا كنتكلم بالطبع لاني من اواخر جيل السبعينات، كنا كنعيشوا ظروف اللي هي تقريبا كانت متشابهه عند سائر المغاربه. كانت المدارس بعيده، وكنا كانت يعني المعيشه يعني على قدر الحال، ورغم ذلك تربينا على اننا كنسمعوا خطاب المغفور له الحسن الثاني بواحد
يعني بواحد كنتسناوه بواحد بحال يعني استغفر الله حتى لا يفهم كلامي غلط، بحال هذاك الميقات ديال الصلاه. يعني بالنسبه لنا كان موقوت هذاك الخطاب، يعني بحال يقول لك الصلاه كانت عند الله كتابا موقوتا، حنا كان عندنا ذاك الخطاب ديال العرش او الخطابات اللي كتكون في المناسبه ديال المسيره، وهذا نفس الشيء. تربينا على اننا نستمعوا لذاك الرجل رحمه الله، استفدنا منه الكثير، ولغايه الان ترجعوا لخطاباته لان لقيناها انها متماشيه حتى مع الوقت اللي حنا كنعيشوا فيه. لقينا على ان خطابات ذاك الرجل رحمه الله عليه على ان كانت استباقيه، كان كيقول واحد الكلام اللي هو استباقي واللي حنا كندوروا تنرجعوا ليه. تربينا على اننا نبغيو بلادنا، تربينا على اننا حتى في المدارس تربينا على قيم كبيره، تربينا على النظافه، على اننا نحافظوا على نظافه بلادنا، على اننا نعرفوا قيمه اي شيء يعني توفر لنا نعرفوا القيمه ديالو. هذه من الاشياء اللي تنشكروا المعلمين ديالنا اللي زرعوها فينا ورباوها فينا، واننا نبغيو بلادنا ونحترموا ابائنا ويكون عندنا روح التضامن. هادشي علاش كتلقى ان المغاربه عندهم هذه الروح ديال التضامن عاليه. فالان ربما الاوضاع تغيرت، اصبح المغرب افضل بكثير من الوقيته اللي حنا كنا فيها، وافضل بكثير حتى يعني من الوقيته بكثير 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 اللي كانوا فيها الاباء ديالنا والجدود ديالنا. يعني اصبح كل شيء تقريبا متوفر ولله الحمد. يعني كتلقى المغربي ولو البسيط اللي الدخل ديالو يعني بسيط، وكتلقاه تيقدر على انه يمشي للاسواق الكبرى، وانه يعني يوفر لوليداته الاشياء اللي هي اساسيه، وانه ولله الحمد يعني يصيف حتى هوايا ولو على قدر المستطاع. يعني وليتي كتحس على ان المغاربه كلهم اللي عنده واللي ما عندوش انه تيقدر يعيش، وكل كيعيش يعني على قدر الجهد ديالو. ولكن افتقدنا واحد الحاجه، هي اننا نعلموا هاد الاطفال ديالنا، هاد الصغار ديالنا، على ان الوطن هذا غالي، لان حنا هادشي تربينا عليه، ان هذا الوطن غالي. فاللي كنشوفوا يعني ما حصل مؤخرا هو شي حاجه اللي كتحز في النفس، سيرتو ملي كنلقاو ان اطفال ديال 12 سنه و 14 سنه اللي هم باقي ما دخلوش في متاعب الحياه، باقي ما دخلوش في عراك الحياه، ما تعرفوا حتى شي حاجه اصلا على الحياه. هما باقي مجرد اطفال صغار اللي كتلقى كل واحد فيهم موفر له باه، يعني منقصها من القوت اليومي وموفر له هاتف، وتيلبس يعني هندام اللي هو نقي، يعني تيقرا في مدارس الاكثر ولاو تيقريو ولادهم حتى في المدارس يعني اللي بريفي اللي كذلك في المستطاع، لان كاين الاثمنه من القليل للكثير. وكتلقى للاسف على ان هاد الوليدات كينظروا للجهه الاخرى على انه وكانها الجنه، وان المغرب هذا ما فيه والو. هذه شي حاجه اللي كتحز في النفس، لان ملي كتقارن المغرب اللي حنا كبرنا فيه، المغرب ديال الثمانينات والمغرب ديال التسعينات وبدايه الالفيه، والمغرب الان كتلقى واحد الفرق كبير من ناحيه البنيه التحتيه، واحد الفرق كبير من ناحيه الحريات، واحد الفرق كبير على الساعد الاصعده. وانا عارفه شنو كنقول، انا ماشي هنا كنحاول نجمل المغرب ولا نقول شي حاجه اللي ما كايناش، ولكن هذا هو الواقع. نحن واحد الجيل اللي عشنا، اللي كان تقريبا 6 من 6 ديال العشيه ما كتلقاش واحد تيدور في الزنقه. اما الان يعني المغاربه كتلقاهم حتى لجوج الليل وهما سهرانين وما خارجين، والمدن الكبرى يعني ما شاء الله عامره بالناس والحياه، وكتلقى واحد يعني المغرب تغير بواحد الشكل كبير بزاف، لدرجه انه ولا الانسان فيما كيغيب وكيجي كيبان له راه كاين شي حاجه، كاين واحد التطور، كاين واحد الخدمه، لا في الطرقات، لا